السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني. النهاردة معادنا مع كتاب مهم جدا، وهو كتاب الاحتراق النفسي للكاتب ويلمر شوفلي. الكاتب يتكلم ان احنا زي ما بنشجع بعض على الشغل والكفاح والتعب وان احنا نوصل للحاجات اللي احنا محتاجينها، برضو وانت بتكافح لازم تتعلم تتعامل مع ضغوطات الحياة، علشان الضغوطات دي ما تسبب لكش حالة نفسية اسمها الاحتراق النفسي. الحالة دي هي عبارة عن حالة من الإنهاك العاطفي والنفسي والجسدي بسبب عدم إجادة الإنسان التعامل مع ضغوطات الحياة. الأشياء المحترقة ممكن يكون شكلها الظاهري متماسك أو طبيعي، ولكن بمجرد ما تلمسها الأشياء دي بتنهار. طيب، ايه هي الأعراض اللي ممكن تصيب الإنسان اللي عنده احتراق نفسي؟ أول حاجة الأعراض النفسية، إن هو دايما تفكيره سلبي، خايف من المستقبل، عنده حالة عامة من الإحباط بسبب عدم تحقيق الطموحات المأمولة والمسؤوليات اللي عليه. الأعراض الاجتماعية، إن هو بيبقى خلاص مش عايز يتواصل مع الناس، مكتفي بنفسه. الأعراض الصحية، دايما تعبان مرهق وعنده صداع مستمر. طيب، ايه الفرق بين الانسان اللي عنده احتراق نفسي والانسان المرهق؟ الانسان المرهق اول ما بياخد اجازة بيحس ان طاقته عليت، يقدر ان هو يستعيد طاقته ونشاطه وتفاؤله في الحياة. لكن الشخص المحترق نفسيا مهما ارتاح بيفضل حاسس بالتشاؤم، وان اللي جاي مش حلو، ومهما اشتغلت مفيش اي حاجة هتحصل. فالفرق ما بينهم بيبقى واضح قوي، ان الشخص المحترق نفسيا عنده حاجتين مميزين، وهما الاكتئاب والتشاؤم. اول ناس العرضة للاحتراق النفسي الناس اللي عندهم مهن فيها مجهود فكري عالي جدا، وعلى رأسهم الأمهات. بتحس ان جواهم فرن شغال، دايما بيفكروا في كل حاجة وفي عقبات كل حاجة بتحصل، وفي اللي حصل وفي اللي بيحصل وفي نتيجة حاجة ممكن تحصل. فدايما جواهم أفكار كتير جدا شغالة ومش بيريحوا من التفكير. تاني ناس هم أصحاب المهن اللي فيها مسؤوليات كبيرة جدا. تالت ناس هم أصحاب الأهداف صعبة المنال، زي الرياضيين اللي عندهم طموحات عالية قوي، ان هم يطلعوا من الأوائل، وكمان الناس اللي بيذاكروا برضو طموحاتهم عالية جدا. فكل دول بيتعرضوا لضغوطات نفسية تقيلة جدا عليهم. رابع حاجة الموظفين اللي ما بيشعروش بالتقدير في المؤسسات بتاعتهم، فبيصابوا دايما مع تراكم الأيام بالإحباط، والإحباط ده بيقعد ياكل فيهم وفي نفسهم لحد ما بيصيبهم بالاحتراق النفسي. خامس حاجة الشخص اللي سر سعادته فقط في شغله وما عندوش أي مصدر أمان تاني غير شغله، ده شخص معرض للاحتراق النفسي. كل دول ما بنقولش ان هم عندهم احتراق نفسي، ولكن دول من اكتر الناس المعرضين ان هم يحصل لهم احتراق نفسي لو ما اجدوش التعامل مع الضغوطات اللي بيمروا بيها في الحياة. طيب، ايه النصايح اللي ممكن نقولها للناس عشان تتجنب الاحتراق النفسي؟ اول حاجة، ما تربطش ابدا سعيك بالنتيجة. ليس عليك الا السعي، ومش عليك ابدا ادراك النتائج. النتيجة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى، انت اللي عليك انك تسعى وتعمل اللي عليك فقط، ولكن النتيجة دي على ربنا سبحانه وتعالى، اذا كان هيكافئك دلوقتي او بعدين لحكمة هو يراها. فانت بس اعمل اللي عليك وبعدين ارتاح وسلم امورك لله. تاني حاجة الشخص اللي عنده مطحنة في شغله لازم يكون عنده مصدر تاني للأمان والأنس في الحياة، زي علاقته بشريك حياته وعلاقاته الاجتماعية. لازم يكون عنده أمان عاطفي واجتماعي، ما يكونش معتمد على شغله فقط في الأمان بتاعه. تالت حاجة ان يكون عندك مصدر للإنجاز والمتعة غير الحاجة اللي شاغلة بالك، زي مثلا الأم اللي بتشغل بالها بعيالها قوي، أو الإنسان اللي دافن نفسه في شغله ما عندوش أي مصادر تانية للإنجاز. اعمل لنفسك حاجة بترفه فيها عن نفسك وبتحس فيها بالإنجاز، زي انك تنزل تتمشى، تعمل رياضة، تقرأ كتاب، تاخد كورس في حاجة انت بتحبها.
ده هيديك نوع من أنواع السعادة، وهينوع لك مصادر السعادة في حياتك، وهيشيل جزء من الضغوطات اللي انت بتمر بيها في الحاجة اللي واخدة معظم يومك. فانت لو نوعت مصادر الأمان والسعادة بتاعتك، ده هيخليك أقل عرضة للاحتراق النفسي، لأن طبيعي إن الدنيا متقلبة، فالحاجة اللي انت معتمد عليها مش دايما هتكون أحسن حاجة في كل الأوقات. فلما تقع في فترة من الفترات هتلاقي حاجة تانية تسندك في الفترة دي. وده كان ملخص كتاب الاحتراق النفسي، يا رب يكون أفادكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.